في ستات بتفضل تدافع عن إهمالها لشكلها ووزنها طول فترة المشاكل اللي قبل الطلاق، لكن ممكن تبدأ تروح الجيم والبيوتي سنترز وتعمل دايت بعد الطلاق عشان تبعت رسالة لطليقها إن حياتي بقت أحسن وأحلى من غيرك. الزوجين ممكن يكسلوا يبذلوا مجهود في قراءة كام كتاب أو سماع شوية محاضرات عشان يطوروا حياتهم الزوجية، بس ممكن يحفظوا قوانين محكمة الأسرة وقت الطلاق. بيوتنا غالية والحفاظ عليها بيحتاج مجهود ووقت وفلوس. ده ما يمنعش، كل ده بقية البوست، ده ما يمنعش ان في بيوت كان الطلاق فيها هو اقل الخسائر، لكن الكلام لا ينطبق على معظم البيوت اللي بيحصل فيها الطلاق في المجتمع في الفترة الحالية. في بيوت كتير كان ممكن انقاذها بامكانيات اقل بكتير من المجهود والوقت والفلوس اللي اتدفعوا بعد ما البيت اتهدم. استخسار المجهود، وساعات استخسار المجهود ده بيبقى من طرفين الزوج والزوجة، وساعات بيبقى من طرف واحد، واحد عمال ينور ألارم احنا بنبعد، احنا اتغيرنا، لو سمحتي أو لو سمحت تعالى نقعد ونفكر ونبني اللي هدمناه مع بعض. طرف مطنش ومكسل وشايف انه عامل اللي عليه بالوهم والتبرير، وطرف عايز، والأسوأ لو الطرفين كل واحد فيهم رمى الفوطة البيضة ويئس خلاص. وبعدين نفس الطرفين اللي مكسلين دول تلاقي حاجة تانية تماما لما يجوا ينفصلوا، تشوف بقى ايه الوقت والمجهود والفلوس والتفكير. والأصعب الجوازة التانية، دايما يعلمونا كده لما يكونوا في اتنين بينفصلوا تسأل كل واحد هو انت لو طلقت مراتك هتغير ايه في نفسك؟ لو اتجوزت واحدة تانية يقولك هبطل عصبية وبطل مش عارف ايه وهقعد شوية في